السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. إزيكم يا حبايبي؟ عاملين إيه؟ وحشتونا، يا رب تكونوا بخير وصحة يا رب. النهاردة إن شاء الله جايبة لكم فكرة حلوة لتنظيف وتعطير شنطة الخروج، شنطة إيدك، وكمان لإزالة الروائح الكريهة من الكوتشيات بتاعة الأولاد أو بتاعة الكبار. ان شاء الله يا رب تعجبكم وتحوز على اعجابكم باذن الله. اول حاجه هنشوف مثلا هنا انا عندي شنطه بقالي حوالي شهر ما استعملتهاش. هنشوف هنعمل فيها ايه. ثواني عشان بس الاضاءه كده، اعتقد الاضاءه اتظبطت. اول حاجه الشنطه اوقات بتبقى ريحتها مش حلوه، يعني لو استعملتيها فتره وكده ريحتها في الاخر ما بتبقاش كويسه، او حتى لو ركناها بتدي شويه ريحه الجلد، فبتخلي يعني بتخلينا مش مبسوطين. فهقولك ان شاء الله تعملي ايه. لو عندك مناديل مبلله بتاعه البيبي او بتاعه الاطفال او اي نوع من المناديل المبلله بنستعملها عامه، هتاخدي كده، جميلة جدا جدا في تلميع وتنظيف الشنطة الحقائب. يعني لو ما عندكيش قماشة او منديل مبلول كويس ومعصور كويس، وهتنضفي الشنطة كويس جدا من بره بيها، وبعد لما تنضفيها وتنشف هتلمعيها بنقطة كريم مرطب من بتاعك اللي انت بتستعمليه، قماشة ناشفة ونقطة كريم مرطب، هتلمعي بيه بعد استخدام الميه في تنظيف الشنطه وكده، بس تكون القماشه معصوره كويس عشان ما تبوظلناش الجلد بتاعنا. كده هننضف الشنطه، وناخد منديل كمان وتنضفيها من جوه. المنديل ده حلو بيلقط الروايح، وكمان فيه عطر حلو جدا بيخلي ريحه الشنطه حلوه، ويعني بتجهزيها معانا لان احنا نعمل الخطوه اللي بعد كده. المنديل هيلقط لك لو في اتربه او في اي حاجه، هيلقطها لك منها، وهتبقى الشنطه نظيفه بالمنظر ده. عندك كذا خيار لانك تعطري الشنطه، انا هقول كذا حاجه علشان الامكانيه، يعني كل واحد وامكانياته كده. اول حاجه، انت لو عندك بيكربونات الصوديوم اوكي، مفيش امكانيه تنزلي تشتري دلوقتي وعايزه تعملي الموضوع، البيكنج باودر نفس تقريبا البيكنج صودا، بس البيكنج صودا بتبقى يعني اقل شويه، يعني لو هتحبي تخمري بيها كيك بتحطي كميه اكتر، لكن البيكنج باودر بيبقى عليه تقريبا محسنات. فاحنا هنستعمل هنا جزء من البيكنج باودر بالشكل ده. وهنا لو عندك زيت عطري موجود عندك في البيت اوكي، ما عندكيش هاتي اي زجاجة عطر ما تكونش سعرها غالي وتكون مخصوصة للموضوع ده. يعني مثلا دي انا جايباها للموضوع الشنط والحاجات دي، ولو هعمل برضو نفس الموضوع عشان اقول لكم الملابس، جايباها ب10 ريال، مش غالية، وكميتها لا بأس بيها علشان اعمل بيها موضوع الشنط والكوتشي والحاجات دي. هنا هتعملي ايه؟ كل اللي هتعمليه بس حطي كده علشان ما يطيرش، هتحطي كمية من العطر بتاعك بالشكل ده على البيكنج باودر او البيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصوديوم، وهتقلبيه. البيكنج باودر والبيكربونات الصوديوم بتساعد على ان يعني بتمتص البرفان او العطر، يعني او الزيت العطري، ما بتخليش ريحته تروح بسهولة، حتى لو نوعه مش غالي، حتى لو نوعه رخيص مش غالي. انا بحب دي جدا لان ريحتها فراولة، ريحتها فظيعة بصراحة، وفي منها كتير بالفواكه، فبحب استعملها الموضوع ده. انا بعملها بالشكل ده. عندي كيس اورجانزا كان بتاع هدية كده، قصيته، بقص منه واخد على قد ما انا عايزة. انت في اكياس بتتباع صغيره كده ممكن تجيبيها، ولفيته بتوكة شعر عندي ما بستعملهاش، وبحطه بالشكل ده في الشنطه من جوه، او
في جيب الشنطه او كده. هتسيبيها، ممكن هتسيبيها فيها، ولو انت مش حابه يعني البودر البسيط اللي بيطلع منها ده هتسيبيها تعطر الشنطه، وبعد كده تشيليها من الشنطه وتمسحي بمنديل مبلل زي ده، هيشيلك كل البودر البسيط اللي نزل في الشنطه. طيب ما عندناش الموضوع دوت اللي هو الزيت العطري، او مش عايزين نعمل بيكربونات، احنا ممكن نعمل كده. طبعا القطن موجود في كل بيت، ما فيهوش اي مشاكل خالص. هتاخدي كده كام واحده وتعطريها كويس بالعطر بتاعك، سواء النوع اللي عندك او النوع اللي انت شاريه مخصوص للموضوع ده. بتحطي في كل جيب كده واحده، وتحطي في قلب الشنطه هنا في الجيوب كده اهوت. ويا ريت الافضل انك ترشي كده جوه وانتي بتحطي على القطن، يبقى ايدك جوه كده علشان تستفادي بكل الحاجه اللي موجوده. انتوا ما تتخيلوش الريحه بتفضل عامله ازاي بالطريقه دي، والشنطه تتقفل وتفضل بالشكل ده. هتلاقي ريحتها حلوه جدا وانتي حاطه حاجتك فيها، وانتي بتفتحي كده لو معاكي صحباتك او خارجه بيها او كده، هتبقى ريحتها حلوه. والريحه على فكره ما بتطلع، يعني الريحه بتبقى جوه الشنطه، ما تخافيش، الريحه مش هتبقى بره، يعني مش هتبقي كأنك متعطره ولا حاجه طبعا، لان عارفين ان حرام المرأة تخرج متعطره. هي الريحه الاوفر اللي انت لسه رشاها دي بتروح، وبتفضل الريحه جوه الشنطه مركزه جوه الشنطه ان شاء الله. ما قلتلكوش ثواني، الكيس كان هنا انا كنت حاطاه. طيب مش مشكله، اكيد نور خده يعني كالعاده. الكيس هتقصي منه كده حته مدوره الاورجانزا، وتفضي فيه المسحوق ده، وبعدين تربطيه باستك عادي بتاع الفلوس ده، او توكة شعر او اي حاجه، وتستعمليه بقى ممكن في دولاب الهدوم، بيبقى جميل جدا. ابعدي بس عن الهدوم السوداء، يعني خليه على جنب كده في الدولاب بعيد عن الهدوم السوداء علشان البودر ما يأثرش معاها. هيخلي لك الهدوم في وسط هدوم الاولاد وكده، يخليها جميله جدا. طبعا الموضوع ده ما يتعملش في وسط هدومك اللي بتخرجي بيها عشان حرام يعني تتعطري وانت خارجه. هتعمليها في هدوم البيت، جميله جدا. طيب ما عندناش كل الحاجات دي، وعندنا مثلا البخور اللي هو ده ريحته تجنن، بيبقى جميل جدا جدا بصراحه. وعلى فكره مش شرط تجيبي نوع غالي ولا حاجه، هتعبيه برضو هتحطي منه في كيس اورجانزا زي كده وتربطيه، وفي الشنطه بتاعتك تحطي منه كيس ولا حاجه، بيخلي لك ريحه الشنطه تحفه وجميله جدا. ممكن تعمليه في دولاب الملابس، وكمان ممكن تفضي اليوم اللي انت بتخرجي فيه الهدوم كلها علشان تطبقيها، هتشغلي البخور على فحم وتحطيه وتقفلي الدولاب على الرفوف الخشب ما تخافيش، يعني هتحطيه في الوسط كده، الخشب هيتشبع من ريحة البخور وهيبقى ريحته حلوة جدا، والهدوم كمان هتاخد نفس الريحة. طيب نيجي للكوتشي. كوتشيات اولادنا لو عملت ريحه او كده من العرق والجري طول اليوم وكده، هتعملي ايه؟ هتحطي فيها بالليل بيكربونات الصوديوم او بيكنج باودر، هترشيه جوه الكوتشي كله، وبعدين تصحي الصبح تنفضيه كويس وبمنديل مبلل هتروحي لما البودر من قلب البتاع او من قلب الكوتشي، او تبلي قماشه وتلمي كل البودر من قلب الكوتشي. وبعدين نفس الموضوع هتعمليه، هتجيبي برضو كام قطنه كده وترشي عليها البرفيوم بتاعك وتدخليها جوه الكوتشي. والخطوه دي لو عملتيها والكوتشي لسه جديد حلوه جدا جدا وهتفرق معاكي كتير. هتحطي كام قطنه بالشكل ده وتحاولي تقفلي عليهم كده باللسان بتاع الكوتشي، ان شاء الله هتبقى ريحته حلوه جدا
ومش هتسبب لك اي ازعاج. في برضو العطر الصغير ده بيبقى ريحته قوية جدا، ده بيتحط للشعر وبيتحط لكذا حاجة، يعني اوقات بتبقى للشعر واوقات بتبقى للجسم. ممكن برضو تاخدي بسيط كده هوت وتحطي في الشنط وفي الكوتشيات، تدهني بيها جوه الشنطة وجوه الكوتشي، هتعمل لك ريحة حلوة جدا. يعني دي شوية افكار كده ان شاء الله هتفرق معاكي كتير جدا في روايح الدولاب والكوتشي والشنط بالذات. دي حلوة جدا 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 لموضوع الملابس. بس زي ما قلت لك خدي بالك ما تقربيهاش من الملابس السوداء، علشان الكيس الاورجانزا شفاف بيطلع شوية بودر، ما يجيش ناحيتها. ان شاء الله يا رب تكون الافكار عجبتكم وتطبقوها، هتعجبكم قوي بجد. وصلوا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.